لو بتدور على طريقة تخلي الفيديو بتاعك يشد ويبان احترافي فانت في المكان الصح. أنا غادة مجاهد والنهاردة هنتكلم عن تأثير ظهور النص بشكل احترافي اللي هو تكست ريفيل افكت. هنعمله باستخدام كاب كات بي سي. المميز في الفيديو ده إننا هنشرح حالتين للتأثير ده. لو جاهزين حضروا قهوتكم وخلونا نبدأ ونتعلم ازاي نعمل التأثير ده خطوة بخطوة. يلا بينا. هنفتح معانا كاب كات وهنعمل مشروع جديد وهنسميه تكست ريفيل افكت. من قائمة import من device هنختار الفيديوهات اللي احنا عايزين نشتغل عليها. انا هختار فيديوهين بالمنظر ده. الحالتين اللي احنا هناخدهم مع بعض النهاردة حالة فيهم اللي هو الكاميرا ثابتة والشخص هو اللي بيتحرك من اول الشاشة كده لحد الناحية التانية والتكست هيظهر وراه. الحالة التانية اللي هي شخص بيتحرك والكاميرا بتتحرك معاه، فبالتالي التكست هيبتدي هو يتحرك وراه الناحية دي، مش هيبقى ثابت في نص الشاشة. نبتدي مع بعض الحالة الأولى. نسحب كده الفيديو معانا للتايم لاين ونضيف التكست اللي احنا عايزين نظهره ونسحبه معانا لآخر الفيديو بالمنظر ده. هنغير التكست بقى للجملة اللي احنا عايزين نضيفها، حاجة زي كده مثلا. زي ما انتوا شايفين الجملة هنا عندنا طويلة، فاحنا عايزينها تظهر من بداية الراجل، فهنصغرها معانا شوية اللي هو هنخليها على سطرين بدل ما هي على سطر واحد. نعمل انتر بس بالمنظر ده. انا هختار الفونت بتاعي حاجة زي كده واكبره بس معايا شوية بحيث ان هو ما يعديش حدود الشخص اللي معانا بالمنظر ده. هعمله بس هضيف له الشادو بحيث ان هو يبان شكله احسن شوية. نبتدي نلعب في الشادو نخليه بالمنظر اللي احنا عايزين نوصل، حاجة زي كده مثلا. تمام قوي كده. اللي احنا عايزين نعمله بقى ان التكست يظهر معانا والشخص بيتحرك. هنعمل الموضوع ده ازاي؟ بالماسك. طب يا ترى احنا ممكن نعمل ماسك للتكست بالمنظر ده؟ مش هنعرف نعمله للأسف. طب الحل ايه؟ هنخلي التكست بتاعنا فيديو. نعمل الموضوع ده ازاي؟ بكليك يمين نختار create compound clip. بقى التكست معانا عبارة عن فيديو نعرف نعمل عليه كل الحركات بتاعة الفيديو اللي احنا عايزين نعملها. كده احنا حولنا التكست بتاعنا الفيديو. هنبتدي بقى من قائمة فيديو نختار ماسك ونعمل هنا تشيك على الماسك، نختار horizontal ونخلي الماسك بتاعنا 270. هو بيبقى كده احنا بقى بنسحبه بحيث ان احنا نغطي التكست بتاعنا كله ما يظهرش منه اي حاجة هنا في اول الفيديو. هنضيف كي فريم معانا بحيث ان احنا كل حركة نعملها للماسك يتحط لها كي فريم. نبتدي بقى بالاسهم في الكيبورد نحرك كده كام فريم معانا ونسحب الماسك نخليه لنص الراجل كده. نحرك بالسهم ونسحب الماسك معانا. نعمل الموضوع دوت لحد آخر الفيديو. تمام كده. تعالوا نشوف كده النتيجة احنا اللي عملناه لحد دلوقتي. لو شغلناه هنلاقي النص بيظهر بس طبعا مش ظاهر ورا الشخص، احنا عايزينه يبقى ورا الشخص. هنعمل الموضوع ده ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده هنعمل دوبليكيت هنا لللاير بتاعة الفيديو اللي هو هنضغط عليها وهندوس على Alt ونسحب، نعمل منها نسخة تانية نرفعها فوق كده وهنعمل لها ريموف للباك جراوند. هنا ريموف باك جراوند نعمل اوتو ريموفال وهتختفي معانا الخلفية بالمنظر ده. تعالوا بقى نشوف النتيجة النهائية كده زي ما احنا عايزين بالظبط. التكست بيظهر ورا الشخص وهو بيتحرك. تمام قوي كده. كده احنا خلصنا الحالة الأولى. الحالة التانية معانا اللي هي الكاميرا بتتحرك مع الشخص اللي بيتحرك. يعني هنا زي ما انتوا شايفين هتلاقوا الشخص بيجري والكاميرا بتتحرك معاه، فتحسوا ان الشخص ثابت في وسط الشاشة ما بيتحركش من وسط الشاشة تقريبا، يعني حاجة بسيطة خالص. هنعملها ازاي دي بقى؟ هنضيف التكست اللي احنا عايزين نضيفه. نختار من تكست نسحب تكست معانا نسحبه لآخر الفيديو. احنا ممكن برضو نسرع الفيديو شوية علشان هو طويل شوية، نخليه مثلا 1.5. تمام كده. هنكتب بقى النص اللي احنا عايزين نكتبه، حاجة مثلا زي كده time waits for no one، الوقت ما بيستناش حد. نغير الفونت. انا اخترت resolve، اكبر الخط شوية
تمام كده، أعمل له shadow نضبطه بس شوية كده، تمام. إحنا الفكرة بقى اللي إحنا عايزين نعملها إن إحنا هنحرك النص نفسه ورا الشخص، لأن الشخص يعتبر ثابت في وسط الشاشة، إحنا مش هنعرف نخلي التكست ثابت، فالتكست نفسه هو اللي هيتحرك ورا الشخص. هنعملها إزاي دي بقى؟ أول حاجة نيجي كده عند أول الفيديو نختار التكست، من position هنا هنعمل key frame add key frame ونودي التكست لليمين في آخر الشاشة، بس إحنا عايزين إيه، عايزين النص يتحرك أفقي، الواي تبقى ثابتة معانا ما تتغيرش، فأنا علشان أنا هنا مش عايزة أعملها في نص الشاشة، عايزة أعملها فوق شوية، فأنا هاعملها إيه الواي 120 مثلًا، حاجة زي كده، وأوديه إيه لآخر الشاشة خالص، تمام. نيجي برضه هنا عند آخر الفيديو نختار التكست ونسحب التكست معانا نوديه في شمال الشاشة، نوديه في الشمال خالص برضه نطلعه برا، زي ما قلت لكم إحنا عايزين الواي ثابتة معانا، أنا كنت عاملاها 120 فأنا هاختار هنا الواي برضه 120 كده. تعالوا نشوفه كده مع بعض. تمام كده، النص بيتحرك، بس طبعًا إحنا عايزينه إيه يبقى بيظهر ورا الشخص زي ما إحنا إيه عارفين. هنعملها إزاي دي بقى؟ برضه بالماسك. الماسك زي ما قلنا ما ينفعش التكست، فهنحول التكست لفيديو، هنعمل إيه كليك يمين create compound clip، ونبتدي بقى من فيديو نعمل ماسك، برضه نختار horizontal، نبتدي بس نظهر التكست معانا، هنخلي الماسك 270 تمام كده، ونخليه نثبته في وسط الراجل، في وسط الشخص اللي ماشي كده، ونعمل إيه key frame زي المرة اللي فاتت بالضبط، ما فيش أي اختلاف. نبتدي نشغل الفيديو معانا أو نحركها برضه في frame هتلاقوا إن أصلًا الشخص غالبًا ما بيتحركش كتير يعني من نص الشاشة أو من مكانه، فإيه التغيير بتاع مكان الماسك هيبقى بسيط خالص. نمشي برضه كده معاه واحدة واحدة لحد ما نخلصه لحد الآخر، ونضبطها بقى كده لحد الآخر. كده إحنا خلصنا الماسك بتاعنا، تعالوا نشوف كده النتيجة عاملة إزاي. تمام كده، هنعمل برضه زي المرة اللي فاتت نسخة من الفيديو، هندوس على Alt ونسحب معانا، وبالضبط زي المرة اللي فاتت هنختار الفيديو remove background auto removal ونسيبه لحد ما يمسح الخلفية، بنشوف هنا بيحمل فوق هنا، كده خلص. تعالوا بقى نشوف النتيجة النهائية عاملة إزاي. الشخص بيجري والتكست بيبان من وراه بيتحرك تمام بالضبط زي ما إحنا عايزين، حلو أوي كده. كده إحنا إيه خلاص خلصنا الحالتين اللي معانا، اللي هي الحالة والكاميرا ثابتة والشخص هو اللي بيتحرك والتكست كان ثابت، والحالة التانية إن الكاميرا بتتحرك مع الشخص فالتكست هو اللي بيتحرك. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو في عندكم أي استفسارات اكتبوا لي في الكومنتات، نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد، وسلام.